فيديو بعنوان في حب بلدي. عايزة اقول لكم ان من احسن اللحظات اللي الواحد بيحبها وبيعيشها فعلا في طول السنة عموما هما اليومين اللي بيفصل فيهم في راس البر او في المصيف عموما. راس البر اللي فيها ذكريات حلوة قوي قوي، ليها ذكريات معانا كويسة جدا جدا. اكيد في منكم عنده ذكريات حلوة، فتعالوا بسم الله كده نبدأ مع بعض الفلوج القمر ده. وعايزة اقول لكم يعني هتتمتعوا وهتستمتعوا جدا جدا بكل الفيديوهات وكل الصور اللي انا صورتها لكم في الفلوج ده. تعالوا بقى كده ده طريق راس البر او طريق المنصورة او دمياط راس البر. بصوا البوابة بتاعت راس البر كده تحس ان انتوا قلبكم بينط كده من الفرحة وانتوا داخلينها. اه والله زي ما بقول لكم كده. المهم دخلنا بوابة راس البر خلاص، والمشوار يعني لحد ما كانش وحش، يعني كان كويس. هنا بقى العشة. راس البر عموما الشقق فيها مش اسمها شقق، هي اسمها عشة. فانت مثلا في عش رقم مثلا 35 30 او 7 مطل من البحر، 8 مطل، اول مطل، وهكذا. استمتعي كده بوقتك والصور والفيديوهات الحلوة دي. شايفين بقى طشة المية الحلوة دي؟ عايزة اقول لكم حاجة كده تحفة. صورت لكم بين العشش وصورت لكم كمان وقت الغروب. ده كان اول يوم، يعني ما بيبقاش فيه بحر كتير عموما، بس يعني حاولت ان انا استمتع بوقت الغروب واصور لكم وقت الغروب. ما شاء الله كان الجو حلو قوي. طبعا بعد ما بتقعدوا على البحر او على الكورنيش كتير كتير وقت طويل قوي بتحسوا ان انتم محتاجين ان انتوا تاكلوا. فانا كنت مش انا بس، يعني عموما كلنا باجمعنا كده بنحب دايما نروح ناكل في راس البر. فطير راس البر المعروف اللي احنا بنروح عشانه، وكمان بيتزا راس البر. جبنا بيتزا وفطير، وطبعا اتعشينا. ده كان اول يوم. طيب تعالوا بقى فلوك تاني يوم. صورت لكم برضك الشروق كده من راس البر. عايزه اقول لكم يعني الشروق كان منظره قمر فعلا. انا يمكن ما حضرتوش من الاول، بس يعني اهو صحيت برضك في وقت الشروق. والحقيقه ان كان اليوم ده كان يوم جمعه. عايزه اقول لكم بقى صوت عربيات بقى ومزيكا واغاني بقى والشباب وحاجه كده بجد، يعني قمه في الصداع بس قمه في الانبساط والله. المهم ده الشروق من الشقة كده بالشكل ده. تعالوا بقى نلحق كده نروح المعدية بتاعة عزبة البرج، وهقول لكم تركبوها منين. بصوا انا ما تسمعوش كلمتي، ما تسمعوش كلام حد. انا ركبت من شارع 51، معدية شارع 51. الحقيقة ان انا مشيت كتير جدا جدا عما اوصل للمزاد بتاع عزبة البرج. فانتوا ما تعملوش كده، انتوا روحوا من عند السوق الكبير من معدية دياب، وارجعوا برضك في نفس المعدة، في نفس المركب اللي بتودي معدية دياب دي، او معدية السوق الكبير، او مثلا معدية النيل. يعني اي حاجة بقى في المهم في المنطقة او في السوق الكبير ده. المهم انا ركبت المعدية زي ما انتم شايفين. ده كان من شارع 51 وكانت بدأت تتحرك. وعايزة اقول لكم المعدية عشان تروحي او المركب عشان تروحي عزبة البر، بتدفعي 2 جنيه بس عشان تعدي البر التاني. عايزه اقول لكم يمكن ارخص مواصله يعني عدت عليا كده في حياتي فعلا الفتره دي. فحلو قوي قوي، والمنظر حلو جدا. منظر كده الشمس وهي بتشرق مع البحر، مع يعني استنوا اسمعكم. كده وصلنا المزاد بفضل الله. الحقيقه ان كان يوم الجمعه ما فيهوش مزاد كتير قوي، يعني كان بس مزاد واحد اللي انا شفته. بس اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اسمه شروات. شروة جمبري، شروة كابوريا، شروة بلح بحر، شروة ببروني. يعني في شروات كتيرة جدا. انا جبت شروة جمبري فقط لا غير، وشروة بلح بحر يعني بس مش اكتر. ده كان يوم الجمعة، والحقيقة ما كانش فيه ناس كتيرة. تعالوا بقى اسمعكم المزادات بتاعه التجار ومزادات السمك. وده كان سمك اسمه استنوا هفتكر لكم اسمه. هو شبيه السردين. بيسموه بغبغان تقريبا او بوظة، مش عارفة. الناس اللي عارفة تقولي. هسمعكم بقى صوت المزاد وهم بيقولوا المزاد، يعني حاجات كده زي بتاعت الافلام بالظبط.
رد عليه مهم. رد عليه. ربنا ينصرك. رد على فلوس. رد على. الطاولة اللي كانت قدامكم دي عايزة اقول لكم كانت ب1100. مش عارفة وزنها ايه، بس يعني هي بتتباع قطاعي كده، الكيلو فيها ب70-80 جنيه. ف احسبوا بقى انتوا. ربنا يوسع الجميع يا رب. بصوا بقى، بعد ما خلاص جبنا السمك ووديناه يتشوى ويتظبط بقى. طبعا الحقيقة ان انا مصورتش فقرة الاكل دي، كنت مشغوله قوي ان هو عارفه، عارفين انتوا عايزين ناكل بقى، فاللي هو مش فاضيه ابدا. ده بقى وقت البحر بقى والاستمتاع بالبحر. عايزه اقول لكم بقى بلبطه كتير قوي. هنا بقى كنت جايبه مانجا فص، يعني كيلو ب150 جنيه. يا جماعه انا مش شبرقه نفسي بطريقه مش طبيعيه. ايوه اتبسطوا يا جماعه. حتى لو بحاجات بسيطة. المهم يعني قعدت بقى اكل بطاطا على مانجا على معرفش ايه. حان وقت الغروب، واللحظة اللي انا بحبها وبستمتع بيها قوي قوي، مع كوباية الشاي وشوية الترمس والبليلة وشوية اللب. تعالوا بقى اسمعكم التش بتاعت الايه البحر. وبكده عايزة اقول لكم نهاية اليوم بتاعنا والفلوج بتاعنا النهاردة بالفرجة على ماتش الاهلي وبيراميدز. وعايزة اقول لكم كسبنا 3-2 للاهلي. وكمان نهينا بقى بمشروب الليمون بالنعناع كده يرخي اعصابنا في نهاية اليوم، بعد شوية حاجات كده حصلت كتير قوي، وشوية بقى امراض وشوية تعب وسخونية وحرارة عالية. الحمد لله، اللهم لك الحمد. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نتقابل كده في فلوج جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله. مع الف سلامة.